المباراه نقول ايه يا ريتنا ما قلنا. صح، بس يعني احنا عايزين دلوقتي بنشجع، فاهمني؟ يعني مش هاجي اقول لك مثلا عايزين نكسب 3، لا فاهمني، احنا عايزين نكسب 5 مثلا عشان نبقى يعني. لا بس عاوزين اللغه بتاعتنا يبقى هو فيها اللغه وعي. المعتدله والكلام الطبيعي والمنطقي جدا مش موجود، صح؟ لا انا هقول لك الكلام المنطقي ان انت لو بتبص على مباراه فاصله مش هتوصل ومش هتجيب الثلاثه ولا الاثنين اللي انت عاوزهم. عارف بالظبط لما تيجي تلميذ يجي في وقت النجاح تقول له انا عايز درجه النجاح، ده ما بينجحش. انت لو فكرت في المباراه الفاصله عمرك ما هتوصل، عمرك ما هتعمل اي حاجه. لكن لو فكرت ان انت تجيب 4 5 اهداف ممكن توصل للثلاثه ونعدي. لكن 20 بكلام الخبراء بيقول لك احنا خلينا نفكر في الهدف الاول، هو ده اللي هيكر الاهداف. لكن نفكر في ال3 وال4 من البدايه ده مش هيخلينا نجيب انت طموحك ايه؟ يعني انت بتتكلم عن طموح، اصل انا بتكلم على البدايه. البدايه طبيعي ان انت اول ما بتنزل لازم تجيب هدف في البدايه. لا تفكر على الهدف الاولاني. الهدف الاولاني ال4 ولا في ال5. الهدف الاولاني في اول 10 دقائق هيفرق كتير جدا معاك. لكن انت اتاخرت طبعا. يعني في اللعيبه، يعني اللعيبه لو في اول 10 دقائق جابوا جون بعد كده بشويه مثلا جابوا جون تاني خلاص يبقى احنا كده تقريبا استريحنا. واحنا عاوزين الشباب على النت يجيب جول بالكلام الجميل. كمل قراءتك للمنتديات والمواقع الجزائريه عشان برضو ارجع بعديها لاحمد علاء في هذا. عايز اقول لك ان في هجوم وحرب نفسيه بتتعمل جامده جدا على خفت الايام الاخيره. لا ده هنا ده بقى على حاجه ثانيه على التحكيم. يعني بيأثر لك على التحكيم. يعني في حكم اللي هو مامادو ديالو، الحكم قبل الجزائريين ولا المصريين؟ الجزائريين. انا همسك لك الجانب الجزائري على الحكم مامادو ديالو ويقول لك ده حكم الغيني اللي حكم مباراه الجزائر ورواندا الاخيره، وطبعا هم اتظلموا من الناحيه التحكيميه، دي حاجه يعني ما ننكرهاش. بيقول لك مين اللي اتظلم؟ الجزائريين بصراحه، كان ليهم هدف واتلغى. طب وضربه الجزاء؟ ماشي، ما انا بكلمك هم فعلا ليهم يعني. لا ضربه الجزاء اللي في النهايه ده تمثيليه. طيب ماشي مفيش مشكله. يعني في الظلم ما كانش مقصود من ناحيه معينه او بشكل. خليني برضو محمد وانت راجل، انا مش حاجه اسمها ظلم، هو اللي حصل ان اي حكم بيبقى ليه اخطاء. تمام. اولا عشان بس اقول لك مفيش حكم كمان بيجي على فريق وفريق جمهوره صعب داخل الملعب بتاعه. لا هم متخيلين يعني هم كانوا متخيلين الحكم ده عشان عايش في مصر 7 سنين ويقول لك قفشناه بيتكلم عربي على ما عادش فكره الحكام دي في العالم. لا لسه هم الفير بلاي المفروض في. هقول لك احنا دلوقتي بنتكلم عن المواقع والمنتديات، معنى انت بتتكلم عن مجرد ممبرز عاديين، ما انت بتتكلمش على اعلام. ده فالناس دي كل واحد بيطلع ويقول اللي هو عايزه، زي ما انت كنت بتتكلم في الاول اللي كتب الهبل المصري والحاجات دي. طبعا دي كانت يعني حاجه مش لطيفه. فالممبرز دول بيبقى عندهم مساحه حريه ومساحه اقوال زي ما هم عايزين. فانا بقول لك هم بيعملوا حرب نفسيه على التحكيم علشان الحكم ما يتاثرش بالاجواء والمشاحنات المصريه لما يكون بيلعب في المباراه مع ارض مصر. طيب احمد علاء سريعا كده واخيرا، انت بتقرا بقى الاجواء هدأت في الفتره الاخيره واهم التعليقات من الجانبين برضو قول لي في النهايه بخلاف التعليقات اللي انت قلتها اللي عامله مشاكل في الايام الاخيره. يعني هقول لك مثلا في مصر هنا بيبقى عايزين رسومات، كانوا رسومات ليهم للجزائر رد عليهم فيديو يعني على اليوتيوب. هنا دخلنا في اليوتيوب بالظبط كده. يعني في حاجات رسومات غريبه وفيديو اسقاطات هم بداوها بصراحه. هم بداوها صوره واتاخدت سبحان الله من موقع الملعب. لا دي قبل موضوع الراقصات. انت موقعك عمل مشكله؟ لا هي ما اتعملتش. الصوره متاخده وهتلاقي عليها اللوجو بتاع الملعب من فوق. اللعيبه المنتخب المصري اتغيرت الوشوش بتاعتهم لوشوش فنانات مصريات. هم هنا بداوا يردوا عليهم الفتره دي وعملوا صوره راقصه وكتبوا كده كومنت. يمكن هو ده اللي عمل مشكله. ايه الكومنت اللي عمل مشكله؟ صعب يتقال. ارقصي ايه؟ يا خضرا. لا مش قادره. طبعا القصد طبعا المنتخب الخضر اللي هو منتخب الجزائر. وكمان يعني هم اللي بداوا يعني بقى حاطين على صحيفه البلاد الجزائريه تقريبا او الشروق مش فاكر بالظبط حسن شحاته ولابسينه عروسه وجنبيه رابح سعدان وملبسينه عريس يعني لا احنا عاوزين نهدئ المنتديات والكلام يهدأ على الواقع. الكلام هدي شويه. هو الكلام هدي شويه. هدي في الفتره الاخيره عشان هم جايين لنا. يعني من عندهم كتير. يعني هم جايين لنا. مش معلش لازم نتعرف طبيعه الجزائريين المتعصبين زي ما قلت. عندهم شكل دموي زي ما قلت. في 4 قتلى 1078 جريح في الدوري اللي فات. ده طبقا لمدونه الجزائر قبل كل شيء، عشان بس اللي حابب يدخل على الانترنت ويتيقن من هذه الاقاويل. شكرا جزيلا احمد علاء، شكرا جزيلا محمد راضي، نورتوني. مشاهدينا احنا بنحيي الشعب الجزائري جدا جدا، بنحيي كل الجزائريين وكل المسؤولين. كل المحبه من IT
شو لكل المدونين في الجزائر، كل المنتديين انجاز التعبير او الذين يكتبون في المنتديات في اليوتيوب في المواقع الالكترونيه، كل المحبه. خلونا ان احنا يعني ايه نتكاتف اكتر كشعبين وكجمهورين اكتر. الفائز من مصر والجزائر نسقف له ان شاء الله. تابعونا دائما في اي تي شو الجمعه والسبت والاحد الساعه 3 توقيت القاهره. مني تحيه احمد يوسف، مخرج البرنامج محمد الطحاوي، والمخرج المنفذ كريم ممدوح. الى اللقاء.